في إطار الحملة العالمية التي انطلقت في 12 من تشرين الأول المنصرم، وذلك تحت شعار الحرية لعبد الله أوجلان الحل السياسي للقضية الكردية بالإدلاء ببيان. وقرئ البيان باللغة الكردية من قبل العضوة في مقاطعة مؤتمر ستار حياة العمري، وباللغة العربية من قبل نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة العضو فاروق توزو، بحضور المئات من أهالي مدينة الحسكة وأعضاء وعضوات حركة المجتمع الديمقراطي. وطلب البيان المجتمع الدولي والعالم أجمع برفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان وتحريره جسديا، فتحرير القائد هو مفتاح الحل لجميع مشاكل الشرق الأوسط والشعوب المضطهدة. كما أدان البيان في ختامه صمت المجتمع الدولي حيال ما ترتكبه تركيا بحق الشعوب والقائد. الطاغية التركية بفك الأسر عن القائد عبد الله أوجلان. نحن هنا منذ 7 أيام متواجدين في هذه الخيمة، عرب كرد سريان، جميع المكونات الموجودة في شرق شمال سوريا، ونحن نطالب الطاغية التركية الفاشية بفك الانحصار عن القائد عبد الله أوجلان. ونحن المجتمع الدولي لم يساعدنا، لا أحد يساعد شمال شرق سوريا. نحن نطالب المجتمع الدولي بفك وأن أسر القائد عبد الله أوجلان. هالوقفة هاي التضامنية معه، ونطالب بحريته من الأمم المتحدة، من دول العالم كلها، نطالب بعدالة من هالدول اللي ما فيها عدالة بالأساس، لأنه بقانون الدولي يعني المعروف يعني بعد 20 سنة أي محكوم كان بعد 20 سنة يطلع عفو عنه إلا القائد أوجلان. طبعا هم بفكرهم بذهنيتهم أنه يقضوا على أفكار القائد خلال حبسه بين 4 جدران، بس فكر القائد تعدى هال4 جدران وتعدى البحار وتعدى المحيطات، وحتى بنفس هالدول هاي اللي عملت المؤامرة الدولية هاي عليه، بنفس هالدول هاي صار فكر القائد يدرس بجامعاتهم، يدرس بمعاهدهم.